السلام عليكم، ازيكم يا اجمل متابعين؟ ان شاء الله في الفيديو ده هقول لكم على اسهل طريقه للبيتي فور من غير تعقيد ومن غير اي حاجه صعبه هتعمليه وهتطلعي استاذه. وهقول لكم ازاي بيطلع بيدوب في البق، وازاي كمان يطلع مقرمش لو انت عايزه فيه قرمشه بسيطه. وكل التفاصيل عن البيتي فور. هو سهل وبسيط جدا، وما شاء الله من نص كيلو دقيق ومكونات بسيطه جدا هنعمل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. يعني دي نص كيلو دقيق وبس. وطبعا الزبدة طبعا مش كمية كبيرة، والسكر مش كمية كبيرة ولا اي حاجة. بس اهم حاجة تتبعوا كل الخطوات والتفاصيل اللي في الفيديو علشان يطلع معاكم بيدوب حرفيا في البق، وكمان متماسك كده وشكله حلو جدا جدا. فيلا بينا بقى نسمي بسم الله ونقول على طول على المقادير. وطبعا انا بنصح كل ستات البيوت انها تجيب الميزان، لانه بجد ادق جدا من الكوبايه. بس طبعا انا هقول لكم على المقادير بالكوبايه وبالميزان. عندنا الزبده 350 جرام من الزبده، اللي هم حوالي بالكوبايه حوالي كوبايتين مليانين، او بالكوبايات المعياريه اللي انا بعاير بيها دي كوبايه ونص. وهنوزن دلوقتي هننخل كوبايه من السكر البودره. السكر بودره انا طحنته في البيت طحن ناعم وكمان نخلته. هحط معلقه كبيره من السمنه البلدي. الزبده بتكون ساقعه، ما بتكونش متجمده قوي علشان تتخفق معايا بسهوله، بس بتكون ساقعه من التلاجة، ما بتكونش خارجه من الفريزر. واهم حاجه ان السكر البودره يكون مطحون طحن ناعم جدا. خفقت السكر مع الزبده كويس جدا جدا، ممكن بالمضرب الكهرباء ممكن بالمضرب اليدوي، بس هياخد معاكم وقت لحد ما اللون يفتح ويبقى خفيف جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنحط دلوقتي بقى البيض. انا عندي البيض 3 صفار بيض وبيضه كامله. ده ليه؟ لاني انا بحب البيتي فور يبقى يعني بيدوب في البق، بس مش الدوبان اللي هو زي الغريبه كده، يعني دوبان معقول كده. يعني انا بحب فيه قرشه وفي نفس الوقت بيدوب في البق، بحبه مظبوط. فالناس اللي بتحبه مظبوط هتحط بيضه كامله و3 صفار بيض. وعندي كمان 500 جرام من الدقيق نخلتهم. الدقيق اللي انا استعملته في البيتي فور دقيق الضحى، ممكن تستعملوا الكوثر او الطحان او اي نوع انت جربتيه. بس طبعا بلاش الدقيق بتاع المعجنات، يعني يا ريت يكون دقيق مخصص للبسكوتات والكحك. دلوقتي هنعمل ايه بعد ما خفقنا؟ طبعا البيض مش كتير، اهم خطوة هي خطوة الزبدة بالسكر. هنحط دي كده بالتدريج، بس قوام العجينة بيلزق. فهحط دلوقتي ربع كوباية بس من الدقيق، وهقلب كده بالكف او بايدي، مش هعجن لحد بقى ما هتشوفوا القوام معايا دلوقتي قوام العجينة عامل ازاي. نخفق كده بسيط. وطبعا بعد ما حطينا البيض ما ننساش احنا حطينا الفانيليا، معلقه صغيره من الفانيليا السايله ورشه ملح. هنبدا دلوقتي بقى نختبر العجينه. العجينه بتاعتنا بنلزقها بس تلزيقه بسيطه بسيطه جدا جدا. بصوا التلزيقه البسيطه قوي دي هي دي اللي انا عايزاها، ما يكونش ملزقه قوي. دخلت العجينه في التلاجة وسبتها كده حوالي نص ساعه، وبعد كده هوريكم بقى التيب او القمع اللي انا استعملته. هو صغير، انتوا بتروحوا عند اي حد بيبيع مستلزمات حلواني هتطلبوا قمع البيتي فور. اي قمع عندكم اشتغلوا بيه، مفيش اي مشكله، وبلاش اي تعقيدات. المتوفر عندكم اشتغلوا بيه. الصاج عندي ألومنيوم مش مدهون اي حاجه ولا محطوط ورق زبده. وهبدا دلوقتي اشكل البيتي فور بتاعي. انا بحبه كده صغنن علشان يعني اللي ياخد واحده، طبعا احنا بنلزق 2 في بعض فبيبقى حجمها معقول. حطيت كده مليت اول صاج، وطبعا هشغل الفرن بتاعي وهسوي على طول، مش هريحه ولا اي حاجه. امتى اريحه؟ لما يكون انا حاسه ان العجينه بتاعتي سايحه كده والزبده عايزه تتماسك شويه، ساعتها هدخلها التلاجة تجمد، وبعد كده هدخله على الفرن علشان الزبده ما تخرجش من العجينه بتاعتي. لو حسيت وانا شغاله ان هي بتخرج من كيس الحلواني، تبقى العجينه دي عايزه تريح في التلاجة شويه، ما ينفعش اشتغل بيها وهي طالعه من العجين. انا كنت زينت البيتي فور كله، بس الفيديو اتحذف. التزيين براحتكم جدا، يعني لزقت 2 في بعض بمربى، ولزقت كمان بشوكولاته، لزقتهم في بعض. وبعد كده حطيت فارماسيل من بره بعد ما حطيتها في الشوكولاته. الفيديو معلش اتحذف مني وانا بمنتج. وبرده حطيت جوز هند بعد ما لزقتهم بشوكولاته او مربى، وبعدين حطيتها في شوكولاته، وبعدين لزقتها بجوز هند، وواحده تانية عملت عليها خطوط شوكولاته من فوق. بصوا بقى من جوه قوامها حلو جدا جدا، بيدوب وفي نفس الوقت متماسك. هيعجبكم ان شاء الله اكيد لما تجربوه. البيتي فور تسويته زي البسكوتات، بيبقى 170 180 درجة حرارة الفرن، يكون ساخن قبلها. بياخد في الفرن معانا ممكن 10 ل 14 15 دقيقة، الرف الأوسط، وبنلف الصاج ولحد ما ياخد لون ذهبي حلو من تحت. يبقى كده خلاص. وبعد كده
ما بنحركوش خالص لحد ما يبرد تماما. بعد كده بنحطه في علبة محكمة الغلق لحد التقديم.